طبعا لبس الجاده واذا بتدعونا بالرحمه جاي زمان والله صدق بابا فننا يا ولد يلا اللي قدام يلا انه هذا ابراهيم ما اعرف ايش جاي يسوي تايتانيك من باب الشارع. ركبنا بالباصات وتوجهنا للحدود العراقية الإيرانية، واني أول مرة أسافر بحياتي وفرحان ومبتسم ومن هالأمور، وما أدري ليش صورت هذا الفيديو ما له داعي. واني أول مرة أشوف شارع مبلط ومرتب وبدون طسات وفوقها مخطط همينة. ويلي هذا منيله ولد. وجبنا هذا الشاحن المتنقل اللي بس تحط عليه التليفون يقوم يشحن. مو أقولكم ما شايف أول مرة يسافر بحياته. وهسه احنا متوجهين المدري وين، وطبعا بهذا الشارع مليان دبابات، كل ما نمشي شوية نلقانا دبابتين. وهنا جانا هذا الشارع اللي صعود ونزول كان زحليقة، وهنا عد منظر طبيعي وكذا. وهنا استسلمت وقررت انام والف وجهي بالبطانية او قصدي بالخاولي. ورا شوية قعدوني حتى ننزل نتريق بمطعم مال كلاوات، وكنا هذا الكباب وكان اسوأ كباب بحياتي. وهنا وصلنا لهذا الفندق وقطونا بمدري شيء، بس يعني كان حلو ومرتب وحشيش وثيل ومن هالامور. احنا ما عدنا بالعراق. انه بالمشكلة اهلي طلعوا قدامي الغرفة وعافوني ونسوني، فالمشكلة هسه اني نسيت ايش قد رقم الغرفة، وهسه نشوفكم وين نسوي شو اسمه استغفر الله. وهنا هذا المطبخ مال الاغنياء، تحسه يا اخي فخامة مو طبيعية. احنا السنك مالتنا كله وسخ تطلع لك منه حيوانات اثرية. وهسه تعرفون لازم شنو نسوي. ست ابو الجده لقينا الموظفه الايرانيه تقول لنا اعطيني فلوس يعني اريد بقشيش وهاي الامور. احنا ما عندنا ايراني بعدنا ما مصرفين اخوان، فاعطيناها 1000 ربع عراقي. شوفوا حبتي هنا طبعا البرده ما شاء الله الاضاءه مالتها نار، فيعني اذا اقدر اصور بيها فشي يصير على مقاطعي. يا اخي ما اقول لكم ما شايفين ما تصدقون بيا. طبعا طلعنا هسه من الفندق واكو ناس ايرانيين اعطونا هاي الحلاوه واعطونا ماي، يعني مثل احنا هسه رايحين المطعم. طبعا فقلت انا مري شوفوا اخوان ثيل اخوان، يعني اتمنى عندنا شيء بالعراق يعني حتى نلعب طابه هنا. يا عيني وكان نركب بالتاكسي وبدت تبين الجبال. هسه هنا احنا دخلنا باشجار. ادري بنفسي هاي اول واخر مره راح اسافر بيها، فقلت اصور اي شيء يطلع قدامي. قد يعني يا صاف. جيب ايدك جيبها الاخ. 1 2 3. واكو حركة كلش حلوة بالشوارع الإيرانية، واللي هو هذا الطريق البسيط اللي للناس اللي ما يباوعون. هذا الطريق تقدر تتلمسه برجلك إذا أنت ما كنت تباوع، ويدليك على الطريق اللي أنت تريد تروح له. طبعا اليوم افترينا هواي لأن كنا تعبانين، بس المتعة إن شاء الله راح تبدي من باكر. المشكلة مال هذا البطل هذا اسم البطل مالته شعبود. البطل اسمه شعبود، يعني البطل ملحد يا ولد. انا كالانا. فهسه راح ياخذنا السايق من الفندق الى مدري وين، والساعه كانت ب9 الصبح، وللاسف السايق كان مشغل اغاني، والاغاني حرام. والطامه الكبرى يا ريت انه اغاني حلوه، لا اغاني كرنج مال الثمانينات مدري مال شو وقت. فوصلنا على مكان معين وقالوا لنا لازم نطب تحت الارض ولازم نتجهز ونسلح لان هناك اشباح جوا ولازم نقاتل ومدري شنو. هيدي وخر راسك من الحلو. طبعا لبس الجاده واذا بتدعونا بالرحمه. كيف مال ماينكرافت ايش فيكم؟ ابراهيم لقينا دائما صدق ميلا كرك جاي زمان والله صدق بارده، الدنيا بارده بزين طانا قنصله. مو اقول لكم ما شايفين النجاده سووها قنصله حرفيا قاعد على ثلاجه قاعد. والله انا عن نفسي حق واقف ما ليش قاعد زين انا ادري احنا من نحفر تصير القاع حاره شنو بارده. وهذا الله يعينه على الذنوب الجاريه. سلم لي اخوان. يلا اللي قدام يلا. ميسي وينه كسرنا هيك يا اخي عقلي بدون سبب يقول لي ايش من الموبايل. هذا ريفين مال ماينكرافت. هاي حيه حبيبي هذا شنو سفور هنا على البحر تايتانيك من باب الشارع. وهنا نشوف اصلا اول شفصه بالسفره. شوف والله صحيح ولا ما شفت مجدد تقول بس صحيح والله ماني صدق بتموش. ويلي الواحد يجيب رجال هيك بس هيك نلزم بدون سبب. هذا المكان هذا ما حد يقدر يطلب له. لايك سبسكرايب اسوي الاشتراك وتفعيل الجرس بالقناه حتى اني ساكت ومتحمل. هاي هنا الفلكه مال على صدر الفلكه هياتها. هاي بوتيته انتم ملاحظين بس احنا نحكي وان تعدوا نعمه الله فلا تحصون. يعني هم كاتبين لطفا لا حد يدب الزباله، احنا بالعراق يحرفونا وما يفيد. يعني هاي يا اخوان خلصت فلوسنا هسه لازم نروح للمصايف. ما اعرف ايش قد درجه الحراره بس كتقدير من يمي انا مع 10 انا مع 15 واحتمال اقل همينه. راح نصعد بالدرج. سيق انا ما ادري طعمه ضيفته ما بي طعم ضيفته بس طعمه ما ادري شلون يعني هيك طعم غبي كل شيء ماكو.
وراه يجيك ملحد يقول لك هاي جتي ويجي ما ادري مين. يا اخوان صعدنا ببلا هسه جايين سوق. والان ويا فقره النكات بالباص. الصورة قوية هاي شنو؟ هسه انت هاي مو قوية وما جاي ما يخالف. فد شيء اخضر وبطنه حمراء وفي حمراء شنو هو؟ طبعا الرقي بالعراقي هو هذا اللي ما يعرف. في حمراء ايه رقية عافية. اكفد شيء اخضر بطنه حمراء وفي حمراء يبدا بحرف النون. اكو فد شيء اخضر وبطنه حمراء وفي حمراء يبدا بحرف الحاء. ها مرقية وكان تصير صدق ووصلنا للمصايف. طيب تعال هذا فيديو. وهنا لقينا الفرصة المناسبة أني وإبراهيم وقررنا نجرب الباركور لأول مرة بين الجبال. وإبراهيم ما يرتاح إذا ما يسوي مصيبة. فننا يا ولد اصبع التيشيرت مي راقي لعيون المي حطوا لايك واشتراك. يا أخي إيش دخل لين المي راقي نحط لايك. شيت هنا الزم هذا انزل هنا. يعني ما ادري اكو طبيعه بينا الا نشفص ما نرتاح ماكو. الله. وهنا ابراهيم كان دا يخلط حكي براسي. يعني اخوان وهذا ابراهيم ما اعرف ايش جاي يسوي ما اعرف ليش جاي يصيح ما اعرف ليش واقف اساسا. شوف هذا وطبعا مثل ما نعرف بأنه الموسيقى حرام فلهذا جاي تلاحظون بأنه أنا أحاول طول المقطع أتكلم حتى ما حد يشعر بالملل. يلا يا أخوان إلى هنا انتهى فلوقنا. إذا عجبك الفيديو حط لايك وإذا ما عجبك هم تحط لايك غصب. الموسيقى حرام واني ما اريد احطها حتى اخذ ذنوب واني اساسا ما ابي حيل بالقوه متمدد وجاي منتج لكم هذا المقطع فاستحملوا وتخيلوا انه هذا صوتي انه هو اغنيه.